موسم صفر تاني، خلاص اتعودنا بسيناريو غريب بنخرج من الابطال. يعني انا مش عارف اقول ايه والله. شابوه للحكم بصراحه، بوظ المباراه. طردته ليه يعني؟ هو مش مستاهل الموضوع طرد. يعني اللاعب مسك الكوره وسابها في خلال سنتين ثلاثه يعني. في مباراه حساسه زي كده تطرد ليه لاعب بالانذار التاني؟ عشان ايه يعني حتى مفيش تدخل عنيف، مفيش اي حاجه تستدعي الانذار التاني اللي هو خلاص يعني لازم انذار تاني. انا معرفش التحكيم عايز ايه من ريال مدريد. اخد طرد بعد المباراه ما خلصت. يعني انا مش فاهم هو بيعمل ايه يا ابني. ما خلاص، من المباراه خلصت. يعني انت دلوقتي خدت طرد مباشر. يعني اول مباراتين في دوري ابطال اوروبا السنه الجايه مش هتلعبهم. يعني انت بتفكر ازاي؟ يعني بعيدا عن انك كنت كويس النهارده وجبت هدفين، ليه التصرف ده؟ يعني ما خلاص، يعني هيرجع الحكم في قراره بعد المباراه ما خلصت. مش هيطرد اللاعب، هيلغي لهم هدف، ما انتهت القصه. السبب الرئيسي في الهزيمه النهارده الاتنين دول، وضيف عليهم كافامينجا بالتصرف بتاعه الغير مفهوم والغير مبرر لغايه دلوقتي. وضيف لهم اربيلوا عشان هو السبب في نزول كافامينجا. يعني كافامينجا مش بيلعب. يعني انت بتلعب بتشاوميني طول السنه. يعني تشاوميني الراجل شغال وبيلعب معانا طول الموسم. لما حبيت اغير ما نزلتش ليه تشاوميني؟ ما انا مش فاهم يعني ليه كافامينجا؟ ايه الفكره يعني؟